m'a cassé toute la boule. Mais c'est très bien, Sylvia Hassan. Bravo, bravo, bravo. خمم واحد اليومين ولا 3 ايام وكان تشيكا شورو مع راجلها كيجيو كانوا الناس في الرباط كيمشيو لعندو عند الروا تعشاو جميع قالها اللي تشيكا شورو كانوا 3 جالسين كيتعشاو في هذا الريستورون. تشيكا قالت انا ما ندخلش في هذه القضيه نهائيا ما تهضروش عليها كاع معايا ملي نكون انا نهضروا على حاجه. أشداني وعلاش مشيت أنا أشداني وعلاش مشيت غير نضرب عيونو باش بلاني وراه كواني أشداني تيرارارا. أغنية خفة رجل التي أطربت الملايين ديال المغاربة بالصوت الدافئ ديال الراحل إسماعيل أحمد من 1962. التاريخ ديال تسجيل هذه الأغنية الجميلة كيف هو معروف هي ديال العربي الكوكبي المؤنس ديال حسن الثاني في السهرات الخاصة اللي في القصر، والمبدع اللي كان الحسن الثاني كيبعث في الطلب ديالو من مراكش الحمراء باش يستأنس به، واللي تيقول كذلك أنه كتبها في البيت ديالو بقلم الرصاص. ولكن واش تعرف أن كاتب وملحن هذه الأغنية هو مولاي الحسن الثاني رحمة الله عليه. أنا متفقة معكم غتجيكم في شي شكل أن أمير في ذيك الوقت لحن هذه الأغنية وكتبها، ولكن راه الحقيقة أنه كان إنسان فنان من الطراز الأول، كانت عنده واحد الأذن تسمع مزيان وكان تعرف مزيان في الشعر وفي الأدب وفي الفن كذلك، وكان معروف عليه أنه تعزف على بعض الآلات الموسيقية. هذه الأغنية كتبت إلى حبيبة قلبه وعشيقته تشيكا تشورو الفنانة الفرنسية المعروفة آنذاك واللي أصولها رومانية، فهو كان تعبر للحب ديالو وعلى العشق ديالو لهذه الفنانة الفرنسية. سنة 1956 غادي يتوجه إلى مدينة كان بفرنسا لاستئصال اللوزتين، وفي فترة النقاهة ديالو غادي يتعرف على تشيكا تشورو الفنانة الفرنسية اللي أحبها بجنون، وتيقولوا أن سلبت لي العقل ديالو، كان مغرم بها واحد الغرام لا يوصف، وقصة حب عظيمة غادي تبقى إلى الممات ديالو رحمة الله عليه. الفرنسيين عرفوها بتشيكا تشورو، ولكن اسمها الحقيقي فهو جانيت بوليت فيري، وكانت ممثلة فرنسية صاعدة آنذاك، وكانت معروفة بواحد الجمال طاغي جدا، من مواليد باريس ولكن أصولها رومانية، وهي كانت واحد الممثلة فرنسية صاعدة معروفة جدا في عالم التمثيل والفن. وتعرف هذا الحب وداع بين تشيكا تشورو ولي العهد المغرب مولاي الحسن، وهو ما بقاش يخفيه لانه اللي تيقول لهم انني غادي نتزوج بها، لدرجه انه وصى السفاره المغربيه بفرنسا انها الى جات لعندهم يعاملوها معامله الاميرات ويلبوا لها اي طلب بدون تاخر. مستخدمي السفاره في هذيك الوقت تيقولوا انه كان تيبغيها بواحد بجنون، تيبغى واحد الحب جنوني. اما العائله الملكيه فمحمد الخامس كان تيشوفها بواحد الطريقه تيتجاهلها، تيقول هو غير واحد العلاقه ماره حب تاع شباب، ولكن الامور اصبحت تاخذ طريق اخر، خاصه ان واحد المجله فرنسيه معروفه في ذاك الوقت نواغ إبلون تتساءل تقول واش ممكن هاد ولي العرش مولاي الحسن أنه يتخلى على عرش المملكة المغربية في سبيل حبيبته ومعشوقته الفرنسية المسيحية، أو لا غادي يكون هناك هجران ونسيان. هنايا محمد الخامس كان خاصو يلقى واحد الجواب، او لو ابن ديالو مولاي الحسن يجاوبه يعطيه الجواب الصريح واش فعلا ان غادي يختار الحسناء الفرنسية او لا غادي يختار عرش المملكة المغربية. والامور ما بقاتش فقط واحد العلاقة عابرة، بل اصبح واحد السؤال وخاصو جواب قدام المغاربة وقدام كذلك العائلة الملكية العلوية. تشيكا شورو بعد فشلها اقتحام عالم هوليوود
وفشل كذلك أفلام ديالها سوف تقرر مغادرة التمثيل والفن نهائيا، وغادة تلبي طلب حبيبها الأمير مولاي الحسن أنها تمشي تعيش معاه في المملكة المغربية قرب كذلك منه. وفعلا غادا تمشي وغادي يهديها واحد فيلا فخمة بالقرب من القصر الملكي بالرباط، وأحاطها بالخدم وبالحشم وحراس شخصيين وسائق خاص، وكان تبعث لها كل ما ألذ وطاب من الحلويات والأكل المغربي واللباس المغربي، وهداها واحد القلادة اللي هي تعتز بها كثيرا اللي هو أرسمها وأعطاها للسايق أنه يخرجها ليه. فتشيكا غادا تعيش عيشة الأميرات بامتياز وليالي على ضوء الشموع، وتتجول معها في طرقات المملكة حتى لا تشعر أنه يخفيها على الأعين أو لا ما باغيش يعترف بعلاقته معها. فأصبحت تنسجم يوم على يوم مع الحياة الجديدة في المملكة المغربية، وكونت علاقات اجتماعية مع نخبة المجتمع، وحتى المقربون في هذا القصر كانوا يعاملونها معاملة الأميرات. كانت علاقتهما مثالية إلى حد ما تقريبا، ولكن الأمير كان يميل للنساء وعلاقات غرامية متعددة ومتكررة، ولكن كان يهديها ويقول لها أنهم علاقات بلا قيمة، وأن هي المتبرعة على عرش قلبه وعقله، ولا توجد امرأة تنافسها في حبه. محمد الخامس والعائلة الملكية العلوية ما كانش عاجبهم حال ديال الحسن الثاني. هنايا محمد الخامس غيدخل معاه في واحد الجدال، وغادي يخيروا يا العرش يا انه يتزوج بتيكا تشورو، خاصة بعد الحمل ديالها. القدر ما غاديش يعطيه فرصة لمحمد الخامس لأنه سيتوفاه الله بعد إجراء عملية جراحية، وهنايا غادي تكون واحد آخر مسمار يتضرب في هذه العلاقة اللي ما غاديش يكتب لها أنها تتوج بالزواج. لذلك الحسن الثاني لما غادي يعتلي عرش المملكة المغربية غادي يضطر أنه يهزها بالغصب وبالزز باش يديها المطار. في طريقها للمطار غادا تحاول انها تقطع الشرايين ديال يديها، مما غادي يخلي مولاي العربي العلوي اللي كان في ديك الوقت معاها باش يوصلها للمطار يديها بسرعه الى المستشفى العسكري. غادا تبقى تماك الى انا غتولي لاباس عليها فتره نقاها، ومن بعد غادي يهزوها وغادي يديوها المطار وغادا تمشي لفرنسا. لما غتوصل لفرنسا غادا تجيها واحد حالة اكتئاب حادة، وغتحاول كذلك انها تنتحر. اظن مشات عند امسيكولوج وساعدها اللي خلاها انها تقبل الوضع ديال عدم الزواج من الحسن الثاني، وان هناك ظروف وهناك تقاليد، خاصة انها مطلقة ومسيحية، فصعب جدا انها تكون ام اولاد الحسن الثاني. هذا اللي تكفلو الدستور، وكذلك المعروف في العادات ديال السلاطين. من بعد مده غتحاول تصل بالحسن الثاني، وغادا تتصل به وغادي يسمع ليها، وغتقول له انايا ما عندي حتى شي مشكل، وانا فاهماك ومقدره انك علاش ما تزوجتيش بيا. هنا غترجع العلاقه بين الحسن الثاني وبين تيكا تشورو، ولكن ماشي كاحبه، غادي يرجعوا كاصدقاء واحسن اصدقاء. غادا تولي تجي عنده المغرب هي وراجل ديالها، وغتجيب بناتها وغادي يحتفل بهم وغادي يحضنهم وغادي يعطيهم القصر الملكي اللي كان في الصخيرات باش يكون الاقامه ديالهم. غادي يبقى يلعب الجولف مع الزوج ديالو، وغادي يوليو اصدقاء، وغادي يولي دائما مرحب بها في المغرب. تيكا تشورو غادي يولي عندها واحد الكلمه على الحسن الثاني، خاصه بما يتعلق بالقصر، فهي عندها ترجع لها الفضل بزاف الحاجات اللي تغيروا في القصر، وغتبقى دائما مرحب بها، وغتحضر العديد من المناسبات الملكيه، كذلك في عهد محمد السادس. تيكا تشورو غتبقى دائما تجي لمدينه مراكش اللي عزيزه عليها
إلى أن يتوفاها الله سنة 2022. فهذه المدة غادي يحاولوا يتصلوا بها الصحفيين باش يسولوا على علاقتها مع الحسن الثاني، ولكن هي بقات محافظة لسره، بقات محافظة العهد ديالها معاه، بقات محافظة على حبها ليه، لأن يقال أنها بقات تبغي إلى أن ماتت. إخواني أخواتي، الإنسان دائما ما تياخدش داكشي اللي تيتمناه. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. إخواني أخواتي، نتمنى هاد القصة عجبتكم الحقيقية. إلى فيديو مقبل إن شاء الله، في أمان الله، مع السلامة.